وهبئاش هذا الشيء. بغيتي المراه هي اللي تصرف، المراه اللي كانت كتشد اكثر من الراجل قال لك خصها تصرف عليه. تخيل ما هي القضيه دارت وطبقات في القانون، غيوليو العيالات ما يبغوش باغيين يخدموا بالصالير كبير، باغيين يخدموا غير بالصالير اللي هو قليل. بزاف ديال الناس غادي يسولوني واش هذا القانون غادي يطبق ولا ما غاديش يطبق. انا غادي نجيكم واحد القضيه اللي هي مهمه، حيت هذا الشيء دابا ما كاينش في البرلمان. يعني هذا الشيء كامل اللي كيدار خطه كيديروها السياسيين باش انهم يفتحوا النقاش. الناس اصلا ما مسوقاش للسياسه وما كتثقش في السياسيين، يعني باش يعرفوا شنو تحت راس الناس وباش يفتحوا النقاش باش يوليو معروفين، باش يعاودوا يصوتوا عليهم كيعاودوا يجبدوا بحال هاد المواضيع هذه. دونك تسولني تقول لي شنو هو الراي ديالك، شكون اللي خاصو يصرف، واش الراجل ولا المراه؟ انا غادي نقول لك. انا كنلاحظ هنا في العقار شنو عندنا كي جوج حوايج. يعني كنشوف راجل مع امراه شاركوا في بارتما يكتبوا 50% وكيستافدوا من الدعم ديال 10 المليون بحال اللي عندنا في اسفي. كياخذوا بارتما ب 30 كتعطيهم الدوله 10، ومن بعد الراجل مخلص النص ديال الكريدي 800 درهم ولا 700 درهم ومراته 700 درهم. عندهم خدمات متواضعين كيتعاونوا باش انهم كيشريوا الدار ديالهم كيديروا المستقبل ديالهم. حتى في جديده نفس القضيه، يعني بارتما ب 20 مليون فيها 60 متر، يكونوا قراب للبحر بهذيك 7 دقائق وقراب للسونتر فيل ب5 دقائق وكاين حداهم الخدمه، والانسان راه كيكون الحياه ديالو. اما اللي بغيتو تعرفوا الراي ديالي ان المراه يعني حره في الفلوس ديالها. يعني اللي كانت خدامه بشي صالير كبير ماشي من حقه يقول ليه مثلا تكلف بالنفقه ولا يصرفوا ولا تعطيه شي حاجه. دونك هذه كتبقى الفلوس ديالها الا بغات هي عن طيب خاطر، ما بغاتش يعني ما عندوش الحق. هو الدين ديالنا وهذا الشيء ما غاديش يطبق. يعني حيت راه الملك ديالنا قال بعباره صريحه انه ما كيحللش شي حاجه محرم الله وما كيحرمش شي حاجه اللي محللها الله. هذا هو المغزى. وباش الناس ما يبقاوش يتضاربوا في هذا الشيء ديال الفلوس بيناتهم يدخلوا للعقار، حيت كنشوفوا بزاف ديال الناس عندهم مشكل في الماده. بحال دابا حنا في العقار يقدروا يربحوا 600 مليون يعني في افير وحده. يعني مثلا نجيبوا واحد الكلينيك باغي يتباع، كان داخل فيه سيد مع مستثمر، داك المستثمر مات خصو باش يكملوا، جابوا واحد المستثمر عندنا كبير وعنده الفلوس غيستثمر ياخذ كوميسيون ديال 600 مليون. 600 مليون راه غيمشي يشري بها واحد السكن مزيان ويدير بها البروجي ديالو وغيديماريو مزيان في الحياه. دونك الناس اللي كيبغيو يحرقوا ولا يبدلوا البلاد يعرفوا راه كاينين فرص اللي كاينين هنايا. وثاني من ناحيه واحده اخرى، واحد غيبقى يتجار هو ومراته على قبل الفلوس، يمشي يفكر شي طريقه كيفاش يدير بها الفلوس، ما يبقاش هذا المشكل. هذا المشكل المادي ما خصوش يكون اصلا في علاقات ديال الزواج. دونك يعني الناس خصهم يفكروا في هذا الشيء مزيان. اما بالنسبه للعقار يعني كنشوفوا بزاف ديال الناس كيديروا 50% ماشي مشكل. هو كيبان لي ان المراه الا خصها تكون في سميتها الدار، خص ديما يدير لها الراجل سميتها الدار، حيت يقدر توقع عليه شي حاجه يموت، عليه شي حاجه مشاكل، وهي عندها الوليدات. يعني ما كانش غيديروا على قبل مراته يديروا على قبل الاولاد ديالو. دونك هذه هي الفكره ديالي 50 50 كتبان لي ماشي شي فكره اللي هي مزيانه. نشكركم على مشاهده هذا الفيديو وشكرا.